السلام عليكم، معكم خالد في اسيست بيفو. هنتكلم عن مباراة الاهلي وفاركو، واللي انا شخصيا في لعيبة ما عجبتنيش. الاول كولر بدأ الماتش بتشكيل بيتكون من الشناوي في حراسة المرمى، من اليمين هاني متولي ياسر، على الشمال علي معلول، قدامهم ديانج والسولية، قدامه قفشة، قدامهم من الشمال احمد عبد القادر، برونو قدام، على اليمين كريم فؤاد. طبعا معانا كام لقطة عايزين ندردش فيهم مع بعض ونشوف لعبتنا بتعمل ايه. هنا معانا محمد هاني من اليمين ماشي بالكورة، المفروض يعمل عرضية محترمة، اتقطعت منه، ما كانش حد ضاغط عليه خالص. طبعا برضو محمد هاني المفروض يدي ثرو، هنا يجرب كريم فؤاد قدامه، لعبها قوية جدا، طالعة بره، اخطاء في منتهى السذاجة. هنا دي كانت كرة طولية من الشناوي، كريم فؤاد المفروض يكتمها تحت رجله، سابها تنط، طلعت فوق، المعلم ماشي استلم، لف، العب بقى 1 2، العب واحدة كده 1 2 مع برونو. طب اديها بوش رجلك هناك لاحمد عبد القادر يحطها اهو، يعني معانا بالاحمر 1 2، بالازرق هيحطها هناك، اعمل اي حاجة. مفيش ركنية. وفي الفترة الأخيرة ركنيات الأهلي كويسة، طبعا بتتلعب، مفيش حد يطلع لأن كولر ما بدأش ولا أبو حسام ولا بشريف. هنا دي برضو هجمة واحدة جميلة اهي طالعة، برونو ماشى بيها، ماشى كويس. حد فاهم حاجة؟ حد فاهم حاجة؟ بس كده. لعبها لقفشة، قفشة حطها له كرة جميلة جدا جدا جدا. برضو لو أحمد عبد القادر جاي من الشمال هتفرق اهي، هتفرق لو جاي بسرعة هتفرق، لكن عبد القادر بطيء جدا اهو، الدفاع عدى طبعا عبد القادر. طبعا برونو حطها سيئة جدا برضو. هنا دي يعتبر كانت مع كريم فؤاد، هجمة كويسة جدا، بيشوط فين؟ في الجون، في الحارس، بيشوط في الحارس، جاي من وراه عبد القادر بيحطها فين؟ في المدافع. مش عارف بصراحة، مش عارف، اخطاء في منتهى السذاجة. لو لعبها في الشارع هتحط الكورة بأهدى من كده. ده علي معلول مع الكورة هناك خالص اهو. طبعا علي معلول كلام عليه كتير، لعب كورة سحرية لأحمد عبد القادر، اللي يعني من المرات القليلة اللي بيتصرف صح في جري وفي تسديد وفي كل حاجة. حط الكورة جميلة جدا، الهدف الأول كورة جميلة جدا طبعا من علي معلول، وأحلى من عبد القادر اللي هو أصلا كسول. ده فاول، الكورة معانا الكورة طلعت بره أساسا، مش عارف ليه. دي كانت عرضية من محمد هاني، راحت لديانج قلشت، يعني الكورة معانا وبنبدأ هجمة وفي استحواذنا بتقلش من ديانج، بتروح لمين؟ لدفاع فاركو. دفاع فاركو بيطلع بالراحة بالراحة، اديكوا شايفين اهو، بيتحركوا بيها اهو، عملوا نقلة بقوا في نص ملعبنا، نقلة واحدة يعني، هما نقلتين من جونهم لجوننا. بصوا اللعيبة، بصوا اللعيبة واقفة ازاي، بصوا اللعيبة واقفة ازاي، بص السولية، بص الرباعي ده، الرباعي اللي قدام، الرباعي الاهلي اللي قدام رباعي فاركو، علي العوض. دي كرة الهدف اللي اتلغى، كرة جميلة جدا طبعا، قالوا اوفسايد. ده الشوط الاول خلاص. طبعا ما جبتش هدف فاركو عشان مش ناقصه حرق دم، كانت مهزله. الشوط الاول خلص بحلوه بمره. الشوط التاني بدأ بركنيه، يعني بنلعب الركنات كويس، بس محدش بيعمل الجامب وبيخش. المفروض اللعبه دي تجتهد مع نفسها، محدش بيجتهد ولا حد. الركنيه اتردت لقفشه، حطها على البعيده هناك، راحت ليه متولي، دي بوش رجلك جون يا جماعه. دي ألف به كورة بوش رجلك كده واكتبها على الأرض، جون. لعبت طبعا بمنظر سيء جدا، طلعت فوق،
كل دي اخطاء لعيبه يا جدعان، محدش يقول لي كولر، محدش يقول لي كولر. دي هجمه برضو طالعين بيها كريم فؤاد السما. دي هجمه تانية برضو طالعين بيها اهو. هنا عبد القادر من المرات القليله اللي بيتصرف صح، تصرفاته سيئه كتير عبد القادر. استنى معلول لحد ما يطلع عشان يخليه يلعب عرضيه. كوره كويسه جدا والله، وهجمه كويسه جدا وفيها مجهود مبذول من اللعيبه، اللي قليل برضه بيتعمل. علي معلول بيطلع. كرة كويسة، هجمة كويسة، وعلي معلول كالعادة النجم بيلعب عرضية اللي كان فيها كريم فؤاد، اللي أخد فيها إنذار تقريبا. يعني مش مستاهلة إنذار أساسا، وأصلا يعني لو فتح عينه وعمل جامب كويس جون. كم هجمة يا جماعة جون، كم هجمة لو اللاعب يتصرف فيها صح جون. دي هجمة برضو من المرات القليلة. نص ملعبنا مع ياسر إبراهيم، نقلتين بقينا في نص ملعب فاركو بمنتهى السهولة، بس احنا نتحرك. اللعيبة ما بتتحركش، اللعيبة لما بتتحرك بتعمل قلق جامد لأي منافس. راحت لقفشة، قفشة حطها لكريم فؤاد، كريم فؤاد راح بيها سد التسديدة، ولا ليها أي لازمة، ولا ليها أي لازمة. شايفين يا جماعة أخطاء اللعيبة قد إيه؟ برضو دي هجمة يعني في عز ما انت ضاغط، هجمة راحت لفاركو عشوائية عشوائية عشوائية. اتلعبت عرضية جميلة جدا، اتلعبت عرضية جميلة جدا. الراجل عمل جامب لكن ما جابهاش. محمد هاني اللي طلعها فين محمد هاني؟ فاكرين محمود علاء اسيست؟ فاكرينه؟ دي كانت ممكن تبقى شبهها، دي كانت ممكن تبقى شبهها. نزلت اللعيب بس ايه، شمعنا فوق. ده من حسن حظ محمد هاني ولعيبة الاهلي. دي هجمة كويسة برضو طالعين بيها احمد عبد القادر. كانت جايه عند كريم فؤاد الاول، احمد عبد القادر حطها ليه برونو سافيو. طبعا الطرف الشمال فاضي خالص ان عبد القادر راح هناك. برونو سافيو بيحطها بخوف. اللعبه تقريبا ما فيهاش حاجه، ما فيهاش ضربه جزاء تقريبا اللعبه. انا شايف ما فيهاش حاجه، يعني هو برونو خاف. دي عرضيه من محمد هاني. يعني انا مش فاهم بيلعبها عرضيه ليه، بيلعبها على كوس ال 18. الكوس اهو اللي قدامنا اهو، هتتشاط كويسه جدا اهو. اللي واقف كده على الكوس لو سقطها تسقيطه بمعلمه هتبقى هجمه افضل. بس هو حافظ، هو بيرفع، يا مفيش حد جوه اساسا. ده في تلاتة على كوس ال 18، تلاتة. شيء غريب. برضو هجمة تانية من ناحية اليمين، برضو فيها محمد هاني، بتتلعب 1 2 في منتهى الجمال. ادى اللعب، ده اللعب اهو. لما يكون فيه هات وخد اهو، هات وخد بيطلع. مش عارف ده كان تقريبا اكرم نزل، كان اكرم توفيق نزل تقريبا، او مش عارف ده اكرم ولا محمد هاني. لا ده محمد هاني. برضو دي تتلعب ازاي؟ مفيش حد على البعيدة خالص. هات على نقطة ال 18 على الكوس كده، على نقطة ال 18 ريحها. قفشه هيخش يحطها، مفيش فايدة. برضو جات لنا ركنيات كتير جدا جدا جدا، وبتتلعب كويس، بتترفع كويس، لكن مفيش فايدة، بتروح اي حاجة. دي نقطة مهمة جدا، نقطة الركنيات ما بنستفدش بيها كويس، مع اني في افكار، في افكار، مش مفيش افكار، لا في افكار، في افكار كويسة جدا. ادي ركنية اهي بتتلعب ومحدش بيطلع. لا دي بتاعت حسام حسن، دي بتاعت حسام حسن، حطها ممتازة، ممتازة. هو ده بقى لما نزل حسام حسن شفنا حاجة من العرضيات. بس حسام حسن انا ما ينفعش اجيب لعيب مهاجم سوبر للنادي الاهلي عشان يلعب لي كورة كل 10 ماتشات بدماغه. فهو المفروض يشد اكتر، لكن هي الكورة دي لعبها ممتازة، والحارس طبعا كان افضل يعني. جت في العارضة والحارس بعدين طلعها.
برضو دي ركنية تانية. في افكار يا جماعة، الجماعة اللي بتقول بتهاجموا المدرب على الفاضي، بتهاجموا المدربين على الفاضي، في افكار بس اللعيبة ما بتنفذش. دي كانت ركنية ملعوبة 10/10. محمد هاني شاطها فوق خالص مش عارف ليه. ولا كريم فؤاد؟ لا كان محمد هاني، محمد هاني. دي كورة برضو من السولية ومعانا وفي استحواذنا. وبص في كام لاعب من الاهلي جوه 18 فاركو. بص في كام لاعب. السولية بيلعبها لدفاع فاركو، بتروح علينا مهاجمة. حاجة غريبة جدا، شيء غريب جدا 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 جدا، شيء في منتهى الغرابة. اهو الراجل بيروح. كانت هجمة خطيرة جدا على فكرة، كانت هجمة خطيرة جدا. الراجل راح وطلع واحد، والواحد استنى واحد، وطلع من الحتة اليمين دي اللي ورا علي معلول. اهو بيروح. خطيرة الكرة معاك وانت اللي بتهاجم. الكرة بقت خطيرة. وطلعت ركنية تقريبا، طلعت ركنية. لا اله الا الله. عيب لعيبة يا جماعة. دي كانت ركنية خطيرة جدا 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 لفاركو. والشناوي تألق فيها. الشناوي عليه كلام في الهدف الاول، عليه كلام، لكن هو اهو تألق في دي، تألق في دي وطلعها كويس. هجمة من ناحية اليمين، كان حسين الشحات بقى نزل الحتة دي وعمل فيها شغل كويس. برضو يا جماعة بصوا الطرف الشمال خالص كده، محدش يعني. تحركات مش محتاجة مدرب يا جماعة، مش محتاجة مدرب والله. ملهاش أي لازمة. إن أنا الهجمة اللي فاتت قلت تتلعب في النص، ده لعبها في النص يا جماعة. العب على البعيدة. علي معلول كالعادة وعرضياته. لكن طبعا ودي على في المناسبة اللي جا شبهها الهدف. ففي أفكار يا جماعة، لكن اللعيبة مش قادرة تنفذ. في أفكار سهلة وأفكار فنية جميلة جدا، لكن فين اللي ينفذ؟ يعني حتى علي معلول ملك العرضيات في الأهلي وفي مصر عموما، أفضل محترف بيعمل عرضيات. هم، عليه كلام ساعات، مش كل العرضيات بيلعبها كويس. دي هجمة ميتة جدا جدا جدا، بتتلعب طويلة عند أكرم توفيق. وأكرم عليه كلام، دي نقف عندها كتير. أكرم بيتعدى منه كتير الفترة اللي فاتت. أهو الراجل بيعدي من أكرم بمنتهى السهولة. أكرم كانت ميزته الصلابة الدفاعية، بتروح لعيب عادي جدا في فاركو بيلم أكرم وبيجيبه على الأرض. فده مش عارف. دي كورة برضو محدش بيتحرك على البعيدة. شايفين؟ محدش بيتحرك على البعيدة. دي فاول، وبتتلعب عرضية من علي معلول كالعادة. اللفة بتاعته دي نفس جملة الهدف برضو. هبص بص كم مرة. شفتوا يا جماعة كم مرة نفس جملة الهدف، لكن دي اتلعبت مباشر على المرمى، طلعت بره. يعني ما كانش مميز فيها. لو حد مميز هيخش يحطها. ادي هجمة. الراجل عمال يبص في ايه، في ايه. نفس الجملة اللي هتيجي منها الجون دلوقتي، عمال اقول لكم اعملوها. ركنية، ركنية جت منها نفس الجملة اهي، اهي. بيبقى في واحد او اتنين على البعيدة ويخش يريحها في النص. دي كانت حسين الشحات اللي عمل العرضية، كانت عرضية كويسة، وكان في واحد بيقطع له اهو. في تحركات الاهلي لما بيتحرك، اللعيبة بتتحرك، بيبقى في خطورة كبيرة جدا. عرضية اهي. برونو سافيو طبعا حطها بمعلمة. يعني الكرة دي اصعب من الهجمات اللي فاتت، صعبة جدا. دي اصعب والله، دي اصعب، دي اصعب يا جماعة. وشريف بيحطها برضه. شريف جات له حاجات اسهل. هنا برونو صافي بيعمل جامب وبيحطها لشريف، شريف بيحطها جون. جون جميل جدا بنخلص بيه الماتش. لكن في اخطاء لعيبة قاتلة. يعني سبحان الله، الهجمة الصعبة بتيجي والسهلة اللعيبة ما بتتصرفش فيها صح. اهي يعني دي جوه 6 ياردة قدام الحارس، في اتنين لعيبة من فاركو. لا دي اصعب، كان في اسهل. وشريف بيتصرف فيها كويس، وبرونو بيتصرف فيها كويس. حسين الشحات رفع عرضية كويس. دي نتيجة التركيز. لكن في لعيبة كتير من الاهلي زي ما شفتوا في اخطاء
ساذجة جدا 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 جدا، اخطاء يعني. لازم كولر يشتغل مع كل لاعب يعلمه الف ف كورة. الف ف. طبعا كان جمهور الاهلي قاعد في الماتش لحد الدقيقة 90 عمال يشجع من قلبه، حاجة في منتهى الاحترام. الماتش خلص، مبروك للاهلي، 3 نقط غاليين. لكن في لعيبة ما تعجبش الجمهور ولا تعجب المدرب ولا تعجب اي حد الحقيقة. لعيبة كسولة جدا 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 جدا، والكسل ده ما ينفعش يستمر اكتر من كده. الماتش خلص، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. المرة الجاية هنتكلم عن اخطاء بالتفصيل. علي معلول نجم الماتش، ومع ذلك كان ليه اخطاء. عرضياته مش زي الاول. برونو سافيو بمستواه البسيط افضل من احسن واحد عندك. دي حاجة غريبة. محترف يعني مش عالي، افضل من احسن واحد عندك. كان معاكم خالد في اسيست بيبو. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.